اكو طلاب هواي يروحون للامتحان قارين وحافظين ومسيطرين على الماده وواثقين من اجابتهم، وبمجرد ما تطلع الدرجه مالتهم ينصدمون، الدرجه ما كانت تناسب التوقعات مالتهم. اللي صار هنا شنو؟ انه بعض الاجابات مو دقيقه نوعا ما، فتصير عندك فد نقوصات بالاجابه تخلي المصحح ينقص درجتك شويه. فمثلا كلمه مهمه نقص بالتعريف، مقارنه مخربطه، فراغ كتبت الكل انتين سوى مو الكلمه المطلوبه وحدها، اكو فد اشياء تنقص درجتك. فلازم ننتبه على هذه الاشياء. فاليوم راح احكي لكم على اهم الاخطاء اللي لازم نتجنبها بامتحان الاحياء حتى نقدر ناخذ درجه زينه والدرجه تكون مقنعه بالنسبه لنا. اكو فد شيء كلش مهم، دائما يقولوا لك اكتب ايش قد ما تقدر بالاحياء، بس اللي يريد درجه كامله المفروض ما يكتب كل شيء، يكتب بس الشيء المطلوب من عنده بالضبط. اذا احنا كنا نحكي على اللي يريد 100، مو اللي يريد مجرد ينجح، لا، اللي يريد 100 لازم يكتب الشيء المطلوب فقط. اذا قال لك وظيفه فقط تكتب وظيفه فقط، ما يصير تكتب وياها الموقع، ما يصير تكتب وياها الشكل. فلازم تكون دقيق بالاجابه مالتك، شي يقول لك تجاوب حسب المطلوب. يعني مرات اكو طالب كاتب 5 سطور وياخذ درجه اقل من الطالب اللي كاتب سطرين. ليش؟ لان الطالب اللي كاتب 5 سطور نوعا ما عشوائي بالاجابه مالته، وما يعرف الجواب الدقيق منه من عندهن بالضبط، فيكتبهن كلهن. بينما الطالب اللي واثق من اجابته ويعرف الاجابه صحيحه كاتبها بسطرين كامله، خلاص اخذ الدرجه كامله. بعض الاحيان الطالب ما يدقق بقراءه السؤال، وهاي المشكله كلش كبيره بالامتحان مال الاحياء خصوصا. لازم تدقق بقراءة السؤال وتفهم شو يريد من عندك بالسؤال هذا، بحيث انه انت تجاوب على اللي يريده من عندك. اذا بقيت نوعا ما مرتبك وما فاهم السؤال زين وتجاوب بكيفك، راح تنقص الدرجة مالتك طبعا. فمرات يطلب من عندك مقارنة بين شغلتين او ثلاثة، انت يجوز ما تركز وتشوف بس هاي الاثنين، او تشوف جزء واحد وتيجي تشرحه وتعوف الجزء الثاني. او مثلا طالب من عندك شرح فد نص معين وانت كتبت فقط التعريف، او مثلا هو طالب من عندك مثال، او طالب من عندك اسم علمي يريد من عندك كلمه واحده او كلمتين وانت تجي تكتب له تعريف او تكتب له نص كامل. هذه اخطاء تنقص الدرجه مالتنا. فانت لازم تركز هو شو يريد من عندك بالسؤال، هل هو رايد تعريف، رايد فراغ، رايد اختيار، رايد مقارنه، رايد شرح، رسم، تركيب. لازم تركز كل الزين حتى تعرف شلون تجاوب على هذا السؤال. بعض الاحيان شلون نخطأ؟ نكتب بشكل عام، ما نكتب الاشياء اللي يريدها. يعني مثلا تعريف الذغابات، انا لازم اذكر به انه هذه الذغابات موجوده بالبطانه مال الامعاء، واذكر به انه هي المسؤول عن الامتصاص وزياده المساحه السطحيه. هاي اشياء رئيسيه بالتعريف. اذا اجيت كتبت بشكل عام والله هي شكلها صغير وهي موجوده بالامعاء وهي تساعدنا انه تمتص، بس بدون ما اذكر لهاي التفاصيل المهمه، انه هي مثلا تعرقل حركه الطعام حتى يتم الهضم مالته، او تزيد المساحه السطحيه حتى تمتصها الامعاء، فهنا صار عندي نقص بالاجابه. وبالتالي ايش راح يسوي المصحح؟ يحاول ينقص من الدرجه مالتك، لان يقول هذا مقارنه زين. مرات الطلاب يخطئون بالتعاريف. التعاريف شوفوا عاده متكونه من 3 شغلات، يريد من عندك شكلها وتركيبها، ويريد من عندك الموقع مالتها ووظيفتها. هذين ال3 اشياء مهمه جدا بالتعريف. مرات الطالب ينسى يكتب فقط الشكل، يكتب الموقع، او يكتب شكل ووظيفه وينسى الموقع، فيصير عنده نقص بالتعريف مالته. فما راح تاخذ درجه كامله على التعريف اذا نسيت واحده من هذين الشغلات. ركز زين وجاوب على التعاريف بشكل صحيح. اذا اجانا سؤال علل ما ياتي او give the reason بالنسبه للمتميزين، مرات الطالب يخطأ بطريقه التعبير مالته. يعني شلون؟ يعني مثلا هو جاب لك سؤال قال لك ليش الشعيرات الدمويه رقيقه، او مثلا ليش المينا مال السن تكون صلبه جدا. الطالب شو يسوي؟ يقول لانه الجسم مثلا يحتاجها ان تكون صلبه حتى ياكل الاكل. لا، انت لازم شو تكون دقيق بالاجابه مالتك. شو تجاوب؟ شو تقول؟ تقول بسبب، او لكي، او تكون حتى، أو ابدي مرات الطالب يخطأ بطريقه التعبير مالته عن الجواب. يعني مثلا يجاك سؤال علل ما ياتي، يقول لك ليش المينا مال السن تعتبر صلبه جدا، او ليش هي من اصلب المواد اللي موجوده بالجسم مالتنا، او ليش هي صلبه بشكل عام. اذا اجيت وقلت له والله لان الجسم يحتاجها صلبه، او لانه هي صلبه، او يعني شايف هذا اللي منه تعيد السؤال انت وتكتبه هيك، هذا مو صحيح. انت لازم تكون تعرف شلون تجاوب. يعني شلون؟ لازم تكتب له بالبدايه بسبب فلان شيء، لكون فلان شيء، حتى لان. فانت تجي تجاوب على هذا التعريف شو تقول له؟ بسبب انها متكونه من مواد كلسيه، ومثل ما تعرفون المواد الكلسيه هي مواد صلبه، فاكيد راح تكون الطبقه هذه صلبه جدا. اوكي؟ فلازم تكون دقيق وتعرف شلون تجاوب على السبب، ما تعيد له السؤال نفسه بدون داعي. ومن الاخطاء المهمه جدا جدا بالوزاري انه الطالب يجي يسوي المقارنات على شكل شرح. لا، المقارنات لازم تسويها على شكل شنو؟ تسويها على شكل نقاط، نقطه منها ونقطه تقابلها تشبهها. ما يصير تجي تسويها شرح منها وشرح منها وعشوائيا، لا، اكتب نقاط منها. مثلا عندك كريات الدم الحمر والبيض،
الحمر تحتوي على هيموغلوبين، هذه لا تحتوي على هيموغلوبين. هذه ما عندها نواة او تموت النواة بعد تكوينها، هذه عندها نواة. هذه شكلها قرصي ومقعر من الوسط، هذه شكلها غير ثابت. فانت تجي تثبت النقاط ووحده تشبه اللخ تخليهن، ما يصير ترتب بشكل عشوائي حتى تضمن درجتك بالمقارنات. بينما بالرسومات مرات الطلاب شو يسوون؟ يجي يرسم الرسم مالته بس يكون عشوائي ويكون متلازق بحيث انه هو ما يعرف الخط هذا وين صار. لازم شو تسوي؟ ترتب مالتك الرسم بحيث انه الخط اللي تريده وين يوقع على المكان بالضبط الرسم، وخلي الرسم مالتك كلش نظيف وكلش واضح، وخليه كبير بحيث انه تقدر تخلي التأشير بالمكان اللي تريده. العشوائيه بالتاشير مالتك تعتبر خطا، فلا تنطيهم فرصه انه ينقصوك على مود هيك شيء بسيط. وشغله ثانيه مهمه، اكو اشياء متشابهه نوعا ما بالاحياء عندنا، يعني مثلا الاعراض والوقايه، العلاج والمسببات. فانت حاول تميز بين الاشياء هذه، لا تخبط بيناتهم. اكو مسببات متشابهه، اكو اعراض متشابهه، فانت تقدر تستغل التشابه بيناتهم حتى تحفظ اسهل. بس لا تخربط بيناتهم، حاول تفصل بين العلاج وبين الوقايه، بين السبب بين الاعراض، بين تركيب وبين الموقع، بين الوظيفة وشكل التركيب هذا. حاول تفصل بين إجابتك ولا تخبط بيناتهم. لا تخبط بين المصطلحات، أعرف أكو مصطلحات نوعا ما متشابهة، حاول تركز أكثر وتميز بيناتهم. ومن أهم الأخطاء اللي يسويها الطالب إنه يترك الجواب فارغ. الورقة الفارغة صفر. إذا مشخبط أي كتابة هيك من عندك تاخذ درجة. فأنت مستحيل وممنوع تخلي أي شيء فارغ. حاول تكتب ايش قد ما تقدر بالورقه مالتك، بس تكون بشكل منظم وبشكل صحيح. حتى اذا مش انت تعرف الجواب راح ينطوك درجه عليه. لا تعوف اي شيء فارغ نهائيا. حاول تتذكر شنو يشرح لك الاستاذ، حاول تتذكر معلوماتك الخاصه اذا مش انت طبعا تعرف المعلومه المطلوبه من عندك، تمام. لا تعوف اي شيء فارغ. وخطا اخر ممكن يوقع به الطالب انه يكون الجواب مالته مبعثر، يعني مو نظامي. ليش؟ مقارنه اسويها على شكل نقاط، شرح اجي اشرح بشكل واضح وكل سطر المعلومه اللي اريدها بيه. موقع ووظيفه اجي اكتب الموقع بصفحه والوظيفه بالسطر الثاني. ارتب الاجابه مالتي بحيث انه ما يكون مخربط الجواب مالتي، ما اجي اكتب الوظيفه هنا والموقع هناك، واذا هي مقارنه اسويها شرح، واذا شرح اسوي نقاط. لا، خلي الموضوع مالتك مرتب، خلي جوابك منطقي، وانت تقبل بيه من تقرا. انت من تجي تراجع كون انت مقتنع جاي تقرا وانه واضح والخط مالتك واضح. هاي النقطه مهمه جدا حتى تقدر تاخذ الدرجه اللي تستحقها. لازم يكون خطك واضح ويقدر يقرا المصحح. اوكي، هاي شغلات جدا مهمه لازم تركزون عليها بالامتحان حتى تحصلون الدرجه اللي تريدوها. فاذا نريد نسوي ملخص للي قلناه، اهم الاخطاء اللي لازم تتجنبها انه لا تستعجل بقراءه السؤال، ورتب الاجابه مالتك، وركز بالتاشير بالرسم مالتك، وخلي الرسم مالتك واضح. التعاريف تعرف انه هي متقسمه من 3 اشياء مهمه: الموقع والوظيفه والتركيب. ولا تخلط بين المصطلحات العلميه، حاول تركز وتفصل بيناتهم. ولا تترك اي شيء فارغ نهائيا، وخلي جوابك مرتب. اذا قدرت تتجنب هاي الاخطاء راح تاخذ درجه زينه وتسيطر بالماده مالتك وتاخذ استحقاقك انت بالضبط. فحاول قبل الامتحان ترتب المعلومات مالتك وتصفطها بدماغك بحيث انه تقدر تستغلها بالامتحان مالتك وتجاوبها بشكل صحيح. اذا تريدون فيديو اشرح لكم بيه شلون نحل الاسئله الوزاريه وتطبيق عملي للحل، كتبوا لي بالتعليقات حتى نسوي لكم فيديو ان شاء الله وباكر نشرح لكم. كان وياكم الاستاذ الحسين العقابي. خلي هدفك بالاحياء انه مو مجرد تعرف المعلومه وتكتبها، لا، خلي هدفك انه تاخذ درجه كامله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدزون جماعتكم وتشتركون بالقناه. نشوفكم بالفيديوهات الجايه، مع السلامه.